الزمالك لاعب وادي دجلة. وادي دجلة أول مرة في تاريخه يكسب الزمالك منذ صعوده من موسم 2010-2011. أول مرة دجلة يكسب الزمالك 2-1. وكان على فكرة وادي دجلة عامل مباراة من أول الشوط الأول للشوط الثاني، كانت مباراة رائعة، وكانت دجلة هتكسب الزمالك أكتر من هدف. هي المباراة خلصت 2-1، ولكن كان في محاولات لوادي دجلة كتيرة، حتى في هدف ضاع من اللاعب في آخر المباراة. عمل كده اختراق من العمق ودخل حطها لوب من فوق محمد صبحي، وانتهت المباراة بفوز وادي دجلة على الزمالك 2-1. وشهدت المباراة دي طرد محمود حمدي الونش في الدقيقة 72 بعد تدخل على لاعب وادي دجلة بدون كرة، وفي طرد كمان لإبراهيم بهنسي في الدقيقة 84 بعد التدخل القوي على أحمد فتوح. والمباراة دي تفوق فيها محمد الشيخ مدرب وادي دجلة اللي صعد بيهم من دوري المظالم لدوري الأضواء والشهرة، وتفوق فيها على المدرب بتاع الزمالك اللي هو البلجيكي يانيك فريرا. الزمالك ما حاولش ان هو يستفاد من هزيمة الاهلي من بيراميدز 2-0، واتغلب هو كمان في نفس الاسبوع 2-1 من وادي دجلة. وبيراميدز رجع تاني للمنافسة بعد فوزه على الاهلي. بيعود تاني للمنافسة بعد ما كان نتائجه في اول 4 أسابيع غير موفقة، فرجع تاني للمباريات في الدوري، ورجع تاني هو ده بيراميدز اللي الناس كلها شافته بيلاعب صن داونز في النهائي، وكسب يوريتيتش معاهم كاس افريقيا. في النهاية بنشكر حضراتكم، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك على الحلقة دي، وتدعمونا على قناة الكرة وشقوتها، وعلى قناة الكرة وشقوتها على التيك توك، وقناة الكرة وشقوتها على الفيسبوك. ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. وقبل ما نختم بنتمنى فوز منتخب مصر على أثيوبيا، وفوز كمان على بوركينا فاسو، ونأكد صعودنا لكأس العالم، ونفرح كلنا ونفرح بفوز مصر وصعودنا لكأس العالم. ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.